احمد عبد الحكم اسماعيل. احمد، حضرتك بتشتغل ايه؟ كنت بشتغل سواق. كنت بتشتغل سواق من امتى الكلام ده؟ من 8 سنين. وايه اللي حصل؟ جات لي جلطه في المخ، اسفلت عشان نصفي. من 8 سنين بالظبط. كنت شغال سواق على اي عربية ولا عربية معينة؟ على ميني باص. ميني باص. تمام. كنت في شركة ولا كان خاص؟ بتاع خاص. قطاع خاص. وبعدين ايه اللي حصل بالظبط؟ حصلت لي جلطه في المخ، ومن ساعتها ما بقدرش اتحرك. طيب خدت مكافأة من الشغل الخاص دوت ولا حاجة ولا مكان ايه؟ العربيه بتاعت واحد عادي، اهالي. بتاعت اهالي. وايه اللي حصل لما هو عمل معاك حاجة ساعتها؟ يعني كافئك بحاجة، وقف معاك؟ ولا جه زارني حتى في المستشفى، ولا قال لي انت عامل ايه، ولا سأل في ايه. الكلام ده بقاله قد ايه؟ 8 سنين. ومن 8 سنين الشلل النصفي ده كانت نتيجته ايه بقى؟ الشلل النصفي ايه اللي حصل لك بقى بعديها؟ هي جلطه في المخ، اسفلت عشان نصفي. طبعا مفيش شغل. مفيش شغل ولا اي مصدر دخل. ولا مصدر دخل. ولا اي مصدر دخل اطلاقا. من 8 سنين مفيش مصدر دخل. بالظبط. امال طيب الحكومة عملت معاك ايه، او اللي انت قدمته للحكومة وقدروا يعملوا معاك؟ انا حاولت اجري كتير قوي في مش موضوع كشك، في القسم ما كنتش بعرف اتقابل مع سيادة المحافظ. ممنوع مقابلات، مفيش مقابلات خالص. طيب قدمت على معاش يعني احكي لي انت يعني في معاش بتاخده؟ معايا رخصة مهنية درجة تالتة، رحت سلمتها. موظف التأمينات طلب مني اللي انا اسلمها عشان يطلع لي معاش. سمعت كلامه، رحت سلمتها وعملت كومسيون ثلاثي في اكتوبر، مدينة 6 اكتوبر. رحت 3 مرات، مشوار طبعا عليا. عفوا. فسلمت الرخصة وجبت الكشف للتأمينات، جواب الكومسيون للتأمينات والنقابة. النقابة صرفت لي 100 جنيه، والتأمينات قالت لي لا يجوز الا بعد سن 60 سنة. عشان السن القانوني. يعني المفروض ان انا استنى 60 سنة عشان المعاش يطلع لدول، مش ليا انا. انت ليك خدمه في يعني بالنسبه ان انت سواق، فليك ملف خدمه. ليا ملف في المرور. لكن هو عشان سنك ما عداش ال60 فما فيش معاش، لكن في معاش تاني خدته؟ خدت معاش تضامن اجتماعي. معاش تضامن اجتماعي كام هو؟ 350. انت اولادك في المدرسه؟ معايا شيماء في المدرسة ومحمد في الحضانة. شيماء في سنه ايه؟ سنة أولى، رايحة تانية سنة دي. طيب معلش انا اسف، حضرتك بتصرف منين؟ يعني انت بتاخد كام معاش وبيقضوك قد ايه وبتصرف منين؟ ما بيكفوش طبعا. باخد 350 جنيه في الشهر. طب بتعرف يعني الحمد لله بتقضي بيهم؟ انا محمد الحمد لله ماشية. اهل خير جنبنا برضو بيساعدوا بحاجة بس طبعا اللي بيدي حاجة مش هيدي دايما على طول يعني. واخد بحضرتك؟ اللي بيساعد بحاجة مش هيساعد على طول. فحمد ربنا وشكرا فضله، نجوع يوم نشبع يوم كده. الله يديك الصحة يا حبيبي ويدي ويخليك لأولادك. طيب انت ايه اللي انت طالبه من الحكومة؟ ايه اللي انت طالبه عموما؟ مش شرط الحكومة، ايه اللي انت تتمناه؟ اتمنى كشك يكون مصدر رزق ليا ولولادي دول بس. مش طالب اكتر من كشك، مش طبعا في الدنيا غير في كشك بس اقدر اجتهد بيه واكل عليه لقمة حلال بس. عفوا. وحضرتك عندك كام سنة؟ 32. 32 سنة. طيب احنا بنناشد السيد المحترم المحافظ الجيزة ان يشوف الحالة دي معانا، ويا ريت لو امكن تقديم اي معونة يبقى تشكره تقول له ايه لو في معونة او في قدم لك اي حاجة. اشكره واقول له سيادتك انا كنت يائس من اي خدمة وانت رديت فيها الروح. شوف بقى انت حضرتك جزيتك عند ربنا قد ايه لما يكون واحد ميت وانت حياته. انا كنت حاطط في دماغي ان انا ميت
عايش ميت، لا مصدر دخل ولا رزق ولا اي حاجة. بس الحمد لله، ربنا يديك الصحة ويخليك لولادك، وهم دول عندك بالدنيا بحالها. في أي حاجة بتطلبها تاني؟ لا انا مش طالب غير محتاج كرسي بعجل عشان اقدر برضه اتحرك بيه، كرسي كهرباء عشان اقدر اتحرك بيه لو ربنا كرمني بالكشك دوت، اروح واجيب بضاعتي واروح واجي بيه. كرسي كهرباء بعجل بس. طيب أنت هل سألت قبل كده على موضوع الكشك دوت وقالوا لك ينفع أو ما ينفعش أو في مشاكل أو كده؟ كان الاول بيقولوا المحافظ الاولاني كان موقف التراخيص في المدن، كانوا عايزين يدوني كشك في الارياف وانا عاجز ما اقدرش اروح. فطبعا كنت رافض موضوع الارياف دي عشان انا عاجز، لما عقبال ما اروح يكون الكشك اتسرق، يبقى كده ما عملتش حاجه، كده عملت مشكله. أنت مش قادر طبعا تمشي على رجلك خالص ولا قادر تتحرك خالص. بالظبط. أمال مين بيساعدك في البيت يعني مع أولادك وكده؟ معايا بنت اختي الكبيره انا اللي مربيها، عندها 18 سنه عايشه معايا، وهي عروسه بكره وبعده تتجوز، هي مخطوبه حاليا دلوقتي. وبرضه كنت محتاج لها جهاز عشان طبعا دي متكفله مني انا، لان انا مربيها كان عندها 40 يوم ومحتاجه جهاز مني انا. يعني أنت شايل مسؤولية أسرة. بالظبط. أنت شايل مسؤولية أولادك ومسؤولية بنت أختك ومسؤولية والدتك ولا؟ بالظبط. ومسألة نفسي دي لوحدها مشكلة جامدة. طيب بص للكاميرا كده وخاطب السيد رئيس محافظ الجيزة وبلغه اللي انت عايزه. بناشد سيادة المحافظ الدكتور المحافظ الجيزة اللي انا محتاج رخصة كشك بس مش اكتر في مدينة البدرشين، وفي عندنا اكشاك كتير اتعملت في البدرشين تحت الكوبري الجديد اللي سيادتك لسه هتفتتحه، تمام؟ فانا كنت عايز كشك جنبيهم، على الاقل دي ناس معافى وناس سليمة وزي الفل، والواحد معاه 7-8 تنفار، الواحد منهم يعدي من الحيط، لكن انا راجل عاجز اولى بالكشك ده.